أنا من حارة شعبية الحيطان فيها رطبة والقلوب فيها يأسة. اتربيت وسط ناس تعبانة، مش بس من الفقر لكن من الضعف، من الإحساس بالعجز. الناس كانت طيبة بس مكسورة، بيخافوا من أي حد واقف على رجليه. من صغري وأنا مختلف، كنت بحب أتعلم، أركب، أقرأ. أمي كانت بتشتغل خدامة وكانت بتجيب لي كتب من البيوت اللي بتنظفها. كان ليا صاحب كنا دايما سوا، بس الفرق بينا إني كنت بحلم وهو كان بيتريق. كل ما اتكلم عن مشروع او فكرة يضحك ويقول لي يعني انت اللي هتغير العالم يا عبقري. ما كنتش باخد كلامه على قلبي، بس كنت غلطان. في سنة تالتة ثانوي اشتركت في مسابقة علمية، عملت مشروع صغير من قطع إلكترونية قديمة، والمدرس صورني وانا بشرح المشروع ونشر الفيديو انتشر. واللي حصل بعد كده كان صدمة ليا. باب بيتنا اتكتب عليه ده بيت العالم، اللابتوب بتاعي اتكسر وورق المشروع اتقطع، والناس اللي في الشارع بقت تبصلي كأني خنت العهد. بس أكتر حاجة وجعتني لما دخلت على الفيسبوك لقيت صاحبي كاتب بوست في ناس فاكرة نفسها فوقينا، بس هو في الأصل ابن خدامة. قعدت يومين ما بنامش، مش عشان اللابتوب اللي اتكسر ولا ورق المشروع اللي اتقطع ولا حتى علشان البوست، لكن علشان قلبي اتكسر من أقرب واحد ليا. كان قدامي خيارين، يدفن حلمي وكمل عادي وسطهم، يمشي بحلمي واسيبهم ورايا. جالي ايميل بمنحة لدراسة الذكاء الاصطناعي في ألمانيا. أمي قالت لي امشي يا ابني امشي، وانا قلبي دايما هيدعيلك. وفي المطار لقيت صاحبي مستنيني وبيضحك ضحكة صفرة وبيقول لي انت فاكر لما تسافر هتعدل الدنيا وهتبقى عالم؟ انت كبيرك يا ابني هتغسل صحون. سافرت وسنين عدت، رجعت بعد 7 سنين بدكتوراه وخبرة وقلبي مطمن بدعوة أمي. زرت الحارة كانت هي بس قلبي هو اللي اتغير. لقيت ولد صغير قاعد على الرصيف بيجمع قطع إلكترونية. اديت له لابتوب وقلت له اوعى تخاف تنور، بس خلي بالك عمرك ما هتلمع في الضلمة.